السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي، عاملين ايه؟ رجعت لكم النهارده بفيديو جديد. الاول اقول لكم كل سنة وانتم طيبين بمناسبة رمضان. رمضان كريم ان شاء الله علينا وعليكم وعلى الامة الاسلامية كلها. انا راجعه لكم النهارده بفيديو جديد. زي ما انتم شايفين كده بطاطس انا جبتها وقورتها اهي، وهحشيها ان شاء الله باللحمة المفرومة. انا معصجه اللحمة، اوريكم ازاي عصقتها عشان بس ما نطولش على بعض الفيديو وايه وما بقاش تقيل عليكم. يلا مع بعض كده نشوف هنعمل ايه. بصوا حبايبي، انا هنا عصقت اللحمه اهي زي ما انتم شايفينها اهي. ده نص كيلو لحمه، حطيت عليه 4 بصلات فرمتهم في الكبه وحطيتهم عليهم شويه ملح وشويه فلفل اسود وشويه بهارات لحمه وشويه قرفه، بس مش اكتر من كده اهم زي ما انتم شايفين اهو. بس انا عشان ما اطولش عليكم الفيديو عملتهم. وهبتدي ايه دلوقتي اقلي البطاطس في الزيت نص كده تحميره واطلعها احشيها واوريكم هنعمل ايه. اهو زي ما قلت لكم اهو، حطيت حبه زيت وحطيت البطاطس يا دوبك، بس هقلبه على الناحيه دي. انا حطيته على ناحيه واقلبه على الناحيه الثانيه واطلعه على طول. استنى اوريكم اللون اللي احنا عايزينه يبقى شكله عامل ازاي ونطلعه باذن الله. تعالوا بقى اوريكم اللي انا طلعته من قلب البطاطس هعمل فيه ايه. اهو اللي انا طلعته من قلب البطاطس اهو. طبعا ده مش هرميه ولا حاجه، خليكم معانا كده اوريكم هنعمل فيه ايه. انا هحمره ان شاء الله بعد ما احمر البطاطس واوريكم هنعمل بيه ايه. خليكم معايا. شايفين يا حبيبي يا حبيبي هو ده اللون اللي انا عايزاه بالظبط. شايفين اهو، هو ده اللون اللي انا عايزاه. انا كده هطلع على طول خلاص وابتدي احشي. بصوا يا حبايبي اهي بعد ما حشيتها اهي اللحمه مفرومه، اكيد هجيب بقى صلصه طماطم، عصير طماطم يعني، واحطه من فوق الوش وادخلها الفرن. بس حبايبي جبت العصير الطماطم اهو معلقه معايا. بصوا اهو اهو، هنحط على كل واحده حبه كده. اهو يا حبايبي زي ما انتم شايفين كده عملتها كلها، والبطاطس اللي طلعت منها انا حمرتها نص تحميره وحطيتها من تحت البطاطس كده. ودلوقتي برضه هحط حبه صلصه صغيرين بس ايه بشويه ميه كده وايه، واخليهم تحت على اساس ان ايه البطاطس اللي تحت برضه يبقى فيها طعم وتتاكل. ادخلها بقى الفرن ومطلعها واوريها لكم ان شاء الله.